مرزوقي بتصلي شال النهارده والخشيه وجاب لي الجواب ده. خير يابا، كان خدت الجواب ورمحت على عم اسماعيل عشان محمد افندي يطلعوا يقراوه. ولا جبت لي ايه؟ لقيت فيه تصويره تانيه جواب طلبوا فيه عبد الباقي من مصر بيقول فيه ان احنا وحشنا جو ونفسه نشوفه هو جاي في غد الظهر بقى العصر يوم الخميس. والله ما عايزين تهديد زينا نصدره الجهد يفتحوا صدرنا يابا وياخدوا بالحب. هو يعني كان بياخدوا حاجه؟ ما هو كان صغير، كان صغير الموضوع يفتحوا من يده في نص الليل وهو تعلم واتطور وبقى دكتور. جو مبتكر من الواحد قد كلك لقمه يا ولد. لا انا يا دوب الحاج عم اسماعيل قبل ما يعوض ظهري. وانت عايز عن اسماعيل ايه؟ كنت باخد قرشين كده ولا انت عايز اخويا لما يجي ياكل مشي وعلى الدليل وين؟ لا انا عايزاه يجي ويشوفنا على حاجتنا. ليه؟ عايزاه يعرف على امه واخوه. كلام يوم ايه البلد؟ ما صارش احد نفس الطريق اللي مشيت مع ابويا من 20 سنه لحتى كل اللي كنت فيها زي ما هو. ايه يا عم اقول لك ايه يا ولد؟ اياك تبص وراك تاني. خلاص من هنا ورايح ما بكتش من البلد. يابا ايه؟ يعني انت بتاع البلد بعد محبه ومحبه اهلها واولادها ليه كده يابا؟ انت بقى الارض والطين اللي مخبي لي عيون البلد كلها، وعشان تقدر تنسى لازم تدوس على اكرم ليه. يلا بينا يا ولد. واديك يا عم الباقي يا اخويا سمعت كلامه ل 20 سنه ونص. لما فهمت رجعت الارض اللي انت نسيتها وهي عمرها ما نسيتها. لا لسه امك لما جيت اترمي في حضنها حسيت انها بتقول لي روح ارجع من مطرح ما جيت. بقول لك انا داخل على ربع يوم هنا في البلد واحوالك اللي هم في الشباك من ناحيه ايه يعني؟ من ناحيه كل حاجه. لا عندك ارض تزرعها ولا بيت تطلعها ولا عندك حتى الوش تركيبه. جيت بقى وقلت اللي نزلت في النص لما استلفت فلوس العامه اسماعيل يا فريد ده. ايوه عرفت. انت عارف العيش الباب اللي انت عايشه في امك ديت فضل ونعمه من عند ربنا غيرنا مش لازم. ايه رايك تسيبك اشتري بيت وارض ماشي يعني ما باخدش شقه لحد انا راجع عشان اعوضك النهارده. خلاص بص ايه رايك تشتغل تعملها تشتري بيت وارض ماشي. طابون وانا رحت فين؟ بيتي كل ما قالوا مش هنروح حتى تعوضنا على 20 سنه اللي قضيتهم في الدور. بص يا سيد قول له انت وافق تجهز نفسك لبكره عشان نخلص اجراءات السفر. انا قلت لا يعني لا. يوم فرصه السفر دي مش هتتعوض تاني ابدا وهي كلها سنه ولا اتنين وهعاود وانت هنا برضه قاعده معاهم. كده بقى لو خرجت من بلدنا انا ببقى كده هموت وهو لو خايف على الشغل يجي ويقعد وياي ويسيب شغله في مصر وعلى جال يجي يطل عليا ان شاء الله كل سنه مره. خلاص يا انا هنتفق معاه بكره عشان يكمل الورق. يعني مش مستقبل يا ولد. والله يا ابني انت هو جاي لقيته خير. قال مفيش الا شويه مشاكل شويه خطوات على كده يعني نتعلم منها شويه. يعني مش هيرضوا يدونا فيزا لما نعمل عمليه وممكن تعمل عمليه لو احتاجها. اكيد مش هيرضوا يدونا فيزا لما نعمل عمليه. يا عبد الباقي يا اخويا انت قلت يومين واحنا داخلين في اسبوع امك والارض والبلد وحشوني وبعدين انت عارف ان امك تعبانه. عارف ان امك تعبانه. هنعمل ايه يا اخويا؟ مش سامع اهو. دي مشاكل الخصوصيه ولازم نخلصها. يا خبر يا اخويا خير ابدا ازاي؟ انت عندك حسابين على كده ولازم نفتكر يا ساتر يا رب. وانت هتاخد وقت يعني خلاص ايه؟ يا اما بقى نعمل عمليه تخرج بقى تخرج العمليه دي تقول فيها خير ده اخوك يا اخي. وبعدين لو كنت اخترت قلت لك ربنا يخليك. معلش يا باشا انا اتاخرت عليك. انت عارف البلد بتاعها عليها اللي دول على الموضوع. انا عارف وامشي حاجه لو طلبتها منك ايه كله تمام. الحاجه اللي انت عايزها ربنا
انت ما كنت باركت اليوم. عمري كان في حد غلط يابا. اخويا كشف عليا وقال لي عندك خطوه على كده. دخلني المستشفى. سابني الخطوه في قلبي واخد مني الكيله. اخويا سرقني ياما. سابني ولعبي سرق حته مني. قولي لي ياما. قولي لي ياما اعمل ايه؟ اعملك ايه؟ اعملك ايه يا مناري؟ اعملك ايه؟ قلبي رميته وجبت غيره وحجر. يا ابن الحجر رجعت قلبي لعيبه عجب